ذاك اليوم اكو احد الاخوه رحيم العراقي عنده في صفحه دائما من ينشر قصيده يدز لي قصايد مال الجيل القديم، يعني مال الماضي، قصايد اللي كان يقراها الملا باسل الله يذكره بالخير. نعم. هاي التقديمات. فهذني عود رجعت اسمعهن ماكو بيتين ثلاثه، اما الجديد والله ما سامعه حتى ما ادخل بيسمع. ذاك اليوم اكو احد الاخوه رحيم العراقي عنده في صفحه دائما من ينشر قصيده يدز لي قصايد مال الجيل القديم، يعني مال الماضي، قصايد اللي كان يقراها الملا باسل الله يذكره بالخير. نعم. هاي التقديمات. فهذني عود رجعت اسمعهن ماكو بيتين ثلاثه، اما الجديد والله ما سامعه حتى ما ادخل بيسمع. ذاك اليوم اكو احد الاخوه رحيم العراقي عنده في صفحه دائما من ينشر قصيده يدز لي قصايد مال الجيل القديم، يعني مال الماضي، قصايد اللي كان يقراها الملا باسل الله يذكره بالخير. نعم. هاي التقديمات. فهذني عود رجعت اسمعهن ماكو بيتين ثلاثه، اما الجديد والله ما سامعه